يعني ايه هيقفلوا الماسنجر 16 ابريل؟ انا عايزه افهم. يعني هو الجيل ده كتب عليه كل حاجه، غلق المحلات الساعه 9، غلق المولات الساعه 9، غلق الكهرباء لترشيد غلق الماسنجر. يعني انتوا مش سايبين لنا فرصه نعمل حاجه. انا بشفق على الرجاله والله، لما قفلت لهم القهاوي الساعه 9 بقوا يخشوا الماسنجر يشقطوا، كمان الماسنجر هتقفلوه؟ هو في ايه بقى؟ هو احنا الملطشه؟ اي حد معدي يقفل اي حاجه في وشنا؟ اتقفل في وشكم باب جهنم قادر يا كريم. انا مش فاهمه في ايه يعني. انتوا ادونا فرصه، ادونا فرصه. يعني انتوا قفلتوا الكافيهات، يعني كان ممكن ننزل نتعرف على اي حد، نتعرف بقى على الماسنجر. تقفلوا لنا ليه؟ لا اله الا الله. عمل لكم ايه الماسنجر؟ ثم انا بالنسبه لي الماسنجر ده عامل زي مجمع التحرير عندنا، ارشيف كده للعلاقات الاجتماعيه. تلاقيني بخش اهزر مع ده واعزي ده واسلم على ده واطمن على صحه كده. انما احنا دلوقتي يا باشا، انا عندي رسائل على الماسنجر من 2005. يعني اخر حد دلوقتي لسه عايش ولسه فيه الروح ولسه بيني وبينه علاقات صداقه. الماسنجر علاقتي اللي بيه اكتر من هذا الشخص. انتوا ليه بتعملوا معانا كده؟ والله يعني لا حول ولا قوه الا بالله. وبعدين حضرتك ده قرار غير مدروس بالمره. يعني انا واحده من الناس مثلا ما بحبش اتحرك كتير من على الكنب، يعني مقله شويه في الزيارات، شويه منعدمه، يعني نادرا ما بزور حد. يعني فانا مقضيه كل حاجه من على الماسنجر. تضطريني انزل ليه؟ لا اله الا الله. انت عارف الدنيا كلها بتقفل الساعه 9، مش هنلحق نعمل حاجه احنا، ولا نلحق نروح الزيارات هتبقى بعد مواعيد العام. نخلص شغل الساعه 3 نروح نسلم على الناس ونروح. انتوا بتزنقونا. دي زنقه في حته خطر. اي نعم، انا الماسنجر بالنسبه لي دليل ادانه لو الرسائل اللي بيني وبين صاحبتي اتكشفت، بس مش هينفع. ما تدونا فرصتنا، سيبونا نفضفض. يعني مصايبي اللي بتطلع 3 الفجر دي اخش اقول لها الحقيني؟ لازم نقولها لحد. حضرتك عارف جلسه الثيرابيست بقت بكام دلوقتي؟ يعني انا لما ادفع لي 500 900 جنيه في جلسه ثيرابيست، انا بروح لاصحابي نعالج روحنا. اي نعم بنعالج بعض بالصدمه. انا النهارده عندي مصيبه، هي بكره عندها كارثه، ومشيينها كده. انت تزنقنا ليه؟ وبعدين انا بعامل الماسنجر معامله مختلفه. يعني انا بعتبره بير اسراري. كل الباسوردات اللي انا عاملاها لاي حاجه في حياتي بعتها لنفسي كده في شات بيني وبين نفسي. يعني افرض دلوقتي الشات ده اتمسح، انا اروح فين؟ بلاش. انا دلوقتي لو انا قاعده في اوضه وامي في الاوضه التانية، بنبعت لبعض يعني احنا لسه هننده ونسمع الجيران اللي احنا عايزين ايه. ماما مش هتتعشي؟ لا يا بنتي اتعشي انت كده. يعني الرسائل رايحه جايه. وبعدين بنقضيها برضو ريلزات انا والحاجه. تحرم انتوا كده مع قطع صله الرحم على فكره. احنا برضو ما كانش لازم نعشم قوي. ما استاذ ايهاب توفيق يعني مفطمنا على الفوله من زمان وقايل لنا طعم الفرح قصير. احنا لازم نمسك بقى في الجمله دي. يعني لان ايه، مكالمات الماسنجر كانت بتقعد بالساعتين 3 كده، ونسيب التليفون نفضل رايحين جايين واحنا في المطبخ، نقطع شويه خضره، نفص شويه بسله، ونفضل الكلام رايح جاي بينا وبين صحابنا وبينا وبين اخواتنا وبينا وبين خالاتنا ما كانش لازم نعشم. احنا برضو عشمنا فيه جامد شكلنا. والريلزات، ريلز رايح ريلز راجعه وحاجات كتير قوي، صور بلا هدف لا احنا برضو بايننا تقلنا عليه جامد كده ولا حاجه. يعني هو برضو الحمد لله ان اللي هيتقفل الماسنجر ويب اللي هو بتاع الكمبيوتر، انما احنا على وضعنا على الموبايلات. ريلزاتنا بقى ما تنسونيش.